بنت عندها عقدة من مادة الرياضيات وبتضيع كل مرة كل الفرص لدخول الجامعة، لكن كان قدامها آخر فرصة في دخول امتحان القدرات لدخول الكلية، لكن برضو بسبب خوفها من إنها تفشل تاني بتهرب. وبتحصل حاجة غريبة جدا، وهي وبدون مقدمات وفي جو كل مطرة بتقع في حفرة، ولما بتخرج منها بتلاقي نفسها في عصر جوسون، هو عصر ملوك زمان. الغريب بقى إن العصر اللي راحت فيه ده كان بيعاني من سنين جفاف وبيتمنى بس تنزل مطر. فترى إيه اللي هيحصل وهتتصرف إزاي، وهل هتقدر ترجع لعصرنا دلوقتي؟ ده اللي هنعرفه من الأحداث. سبلاش سبلاش لاف، المسلسل اللي هيعلمك لما تلاقي حفرة فيها مية اوعى تعدي فيها. وبتصنيف كوميدي فانتازي هتعيش أجواء خيالية مع جرعة عالية من الكوميديا ومواقف اختلاف التفكير والأزمان ما بين الملك وبطلة مسلسلنا. كمان الجدير بالذكر إن الملك هو قصة شخصية حقيقية، لكنهم هنا عرفونا عليها في المسلسل بالقصة الخيالية والممتعة دي. المسلسل قصير جدا فبنرشح لك تشوفه، فهو بس متكون من حلقتين، كل حلقة مدتها ساعة بس. ولو انت من عشاق الفانتازيا فبنرشح لك مسلسل W2 Worlds أو مسلسل جوبلين. وتعمل لنا لايك وسبسكرايب معايا أنا دعاء إبراهيم في ترشيحات من Behind the Scene.